هنبدا الفيديو بفضيحه مزدوجه من الاتحاد ونادي الزمالك المصري. بص، ما هو انا كل ما اطل عليك بالابيض وانا اهلاوي تعرف ان الزمالك عامل مصيبه. طبعا احنا كاهلاويه اتلسعنا كتير من الاتحاد المصري في حوار اخفاء الجوابات، زي ما خافوا علينا الجواب قبل كده بتاع كاس العالم للانديه. تخيل ان هم بيخفوا علينا جوابات وبيعملوا للزمالك اخفاء عقوبات جديده. دي المشكله ان الزمالك كان بيلعب امبارح مع بروكسي، والمفروض ان ده اول ماتش في الكاس واخر ماتش في الكاس اللي هو كان النهائي اللي بين الاهلي والزمالك في السعوديه. دونجا وشيكابالا متوقع عليهم بالايقاف ماتشين تقريبا و25000 جنيه غرامه، والاهلي كان متوقع عليه 100000 جنيه بسبب الجماهير. اللي طلع العقوبه ساعتها عامر حسين اللي هو رئيس لجنه المسابقات، والاتحاد المصري طلعوا العقوبه على الزمالك بان دونجا وشيكابالا هيتوقفوا ماتشين، وده طبعا خاصه بالكاس، يعني اول ماتشين في الكاس بعد الماتش اللي لعبوه الاخير هيتوقفوا ماتشين وفي غرامه 25000. فوجئ كلنا امبارح ان دونجا لعب. طب فين يا عم العقوبه؟ لا احنا خافينها. المشكله ان العقوبه دي اتوقعت عليهم وفقا للمراقب بتاع المباراه، يعني المراقب بتاع المباراه اللي كتب التقرير بتاعه وكتب ان شيكابالا ودونجا عملوا حركه مسيئه للجماهير، فقال لك الاثنين هيتوقفوا، وقال لك العقوبه هتتوقع عليه طبقا للتقرير الفني بتاع مراقب المباراه. حلو كده. فوجئ امبارح ان دونجا بيلعب عادي جدا مفيش اي مشكله، ولما يطلع المدير الفني بتاع بروكس يفضحهم في الاعلام يقول لك لا ده ما كانش فيه قرار رسمي. هو انتوا بتشتغلونا؟ يعني هو انتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تشتغلونا؟ بس انا دلوقتي طالع في الفيديو ده، انا ماليش دعوه دونجا لاعب، والله ما فارق معايا، انا بس طالع اعرفك مين اللي بيتحارب من الاتحاد في الموسم ده تحديدا، ومين اكتر حد مستفيد من الاتحاد المصري. ده بالنسبه للزمالك باعتباره منافس ليا في الكاس. نيجي بقى البيراميدز المنافس ليها في الدوري. لما حصل الواقعه بتاع فاستون مايلي اللي هو كان المفروض ما يلعبش ماتش الاتحاد اللي البيراميدز كسبه 4-0 علشان تراكم الانذارات، ولعب وخلاص عرفوا ان هو لعب، وده كانت فضيحه اصلا. طلع كده بعت لك كام ورقه معفنه كده ما تعرفش هي جايه منين اصلا، ديت مش ورقه، استحاله تكون ورقه جايه من الاتحاد المصري، ان ما فيش تراكم بطاقات على فاستون مايلي، وهو كان عليه تراكم بطاقات. اصبح الاتحاد دلوقتي بيساند النادي اللي بينافسني في الكاس وبيساند برضو النادي اللي بينافسني في الدوري. طبعا غير واقعه الانسحاب بتاع نادي الزمالك اللي قال لك مش هلعب ماتشاتي خالص، وبعد كده من يوم وليله لقيناه لاعب بعد ما الاتحاد المصري ساومه هتلعب ماتشاتك وهخلص لك موضوع الكونفدراليه علشان تاخد الرخصه وتشارك وتشكر من حرم. وفي نهايه الفيديو ما تنساش ده احمد رفعت في يوم مبارك علينا زي